السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلاقيكم كامل بخير ومهنيين يا ربي. اول حاجه نبدا بها صباحي بعد الاستغفار بيان سور والذكر والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. نمشي هكا نسق قهوه نقعد راسي نشرب حاجه حلوه ولا ناكل حاجه نطلع بها لينيرجي تاعي ونبدا بها لا جورني تاعي. نتوما حبيباتي اللي راكم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم نقول لكم ان شاء الله ربي يحل ايامكم وان شاء الله ربي يحقق احلامكم واللي في قلبها حاجه ان شاء الله ربي يحققها لها. مريضه ان شاء الله ربي يشافيها ويعطيها صحتها. وهنايا كيما شفتوني بعد ما كملت تقهويت وقعدت راسي بيان فطنت مليح. الحاجه الاولى اللي بديت بها جيت نعقم لا ماشينه لافي لهنا، درت كاس تاع خل وبوشون تاع بيكربونات هنايا. داري ندير الخل الابيض، يعني نعقمها بالخل الابيض كيما على بالكم هو المليح بزاف للتعقيم. مي ما كانش عندي إبا قلت مي لازم نعقمها، درت الخل الاحمر. وهكذا باش نربحوا الوقت في لا جورني تاعنا، يعني نبداو بالحاجات اللي راح نديروهم في الماشينه سواء في لافيسال ولا في الماشينه لافي، ومن بعد نروحو نكملوا الشغل اللي مازالوا، الشغل اللي مازال لنا. كيما هنايا انا جيت شفت لابلاك هنايا، يعني ما نخليهاش حتى تتسبك وتعمر السبك وما نبدا لها هذاك الميناج العميق ونبدا نحك فيها وكامل. لا لا انا جوغ تعودت اني غير هكذا، غير نشوفها توسخت شويه فيها شويه تاع الزيت حاجه تسحو فيها نمسحها هكذا باش انا ما نتعبش ولا بلاك تبقى، يعني تبقى محافظه على اللون تاعها، يعني باش ما تخبش باش تبقى يعني تقعد لكم جديده. باسكو ديجا على بالكم راكم كون تخلو هذاك السبك يتراكم عليها وما تمسحوهاش ديجا مع الحكان هذاك وتقعدوا تزيروا وتحكوا. شوفوا نتوما تعياو ولا بلاك تاعكم يعني ما حاش ضاين، تولي تبان قديمه، تولي سورتو كي تولوا تستعملوا هذوك لي برودوي بزاف، يعني هذوك لي برودوي ماشي ملاح بزاف لي كويزينيا. دونك هنا حبيباتي كيما شفتوني انايا مسحت بالعملاق، يعني كيما قلت لكم كي تكون يعني ما فيها السبك بزاف وكامل نمسح بالعملاق هذا. شوفوا لي كيفاش يخرجها بزاف هايله، تخرج فيها واحد لا بريونس. فريمون ينحيلك هذاك ينحيلك يعني كل حاجه، ما السبك هذاك يخرجها يعني اللمعه هذيك تقعد. وهذا التنظيف اليومي اللي نديروه كل صباح ولا نديروه يوميا خير من هذاك لانك تقعدي شحال ومن بعد تروحي ديري هذاك الميناج العميق، ما تصيبي الحاله منين تبدايها تتلف لك كامل وانتي تتعبي وتعياي. دونك هكذا كل يوم كل يوم يعني وين نشوفوا الحاجه توسخت ولا وين نشوفوا الحاجه لازم نيتوايوها في النهار هذاك. وهنا يا حبيبتي مع اللي راني نغسل فيه هادو لي طاشون تاع المطلوع وكامل اللي نعجنوا فيهم. وهكذا مع اللي راني مع شغلانه خياتي نتوما راكو تتفرجوا في لا فيديو ومامتو راكو تسمعوا هكذا باش ما تملوش من الفيديو، يعني باش تديو يعني افكار راح يفيدوكم في حياتكم في بيوتكم في يعني في كل بلاصه. الحاجه اللي نشوفوها بزاف في الديور نشوفوا بزاف نساء تقولك انا مالغري نفرز نستف الحاله نرتب دايما بصح داري نشوفها ماشي منظمه كوم سي ما رتبت ما نظمت ما درت والو. تروحي تفتحي الخزانه تلقاي الملابس فوق بعضها، تروحي تفتحي البلاكار تلقاي دي بواط تلقاي ماعن تلقاي حوايج ما تعرفيش حتى وقتاش شريتيهم. تروحي للكوزينه كيف تلقايها معمره حتى تلمو كي تنظميها ما تبانش انك بلي استفتيها ونظمتيها هداوي. من بعد واش تقولي نتيا؟ تقولي علاش راني ننظف كل يوم نرتب كل يوم بعد ساعات راني نشوف الدار ترجع كيما كانت، جور ما نيتوايت ما نظمت ما درت حتى حاجه. وهنا نقول لك المشكل وين. هنا المشكل ماشي فيك انتي بالذات، هنا المشكل ماشي في انك انتي ما كيش تنظمي ولا ما كيش ترتبي ولا ما كيش تستفي صوالحك. المشكل هنا راه في انك انتي راكي تملكي حاجات كتر من الحاجات اللي تحتاجيهم اللي تستعمليهم. وهنا يجي مفهوم واسمه المينيماليزم. وش معناتها المينيماليزم هذا؟ ماشي معناه انك تعيشي في دار فارغه، وماشي معناه انك ترمي كل شيء، وماشي معناه ما تشري حتى حاجه. المينيماليزم وش معناه انك لازم تفرقي بين الحاجه اللي تحتاجيها صح والحاجه اللي ما تحتاجيهاش اصلا وما تستعمليهاش كامل، يعني متعلقه بها برك. دي فوا نحتفظوا بحاجات ما عندهم حتى استعمال. المقوله اللي نقولوها وش هي؟ يعني على بالي بلي في كل بيت يقولوا هذه المقوله، دائما يقولوها كي يكونوا عندهم حاجات ما حاش يستعملوهم ويغيضوهم وكامل كيما قلت لكم متعلقين بهم.
تقولك نخليها بالك يجي نهار نحتاجها، ومن بعد يمر عام، عامين، 3 ما نستعملوها، ما نحتاجوها، تقعد في بلاصتها من داك العام كيما خليناها. نصيبو تاني عندنا تباصة، عندنا دي سيرفيس، من بعد واش نقولو خليهم للضياف، والضياف هادوك يجيو مرة ولا زوج في العام، والحوايج هادوك قاعدين طول العام يدو في البلاصة. مثلا عندنا حاجة تاني شريناهم باسكو عجبونا، ماشي شريناهم باسكو نحتاجوهم. كاين دي فوا وين تخرجي تشوفي حاجات انك يكون عندك في الدار كي من هما، بصح هادوك عجبوك تقولي نديهم، ماشي تديهم باسكو تحتاجيهم، تديهم باسكو عجبوك. ديري في بالك الحاجة اللي تدخل لدارك راهي تحتاج منك 1000 حاجة. تحتاج منك بلاصة، تحتاج منك تنظيف، تحتاج منك ترتيب، دي فوا تحتاج منك انك تفكري ديجا وين حتحطيها اصلا. يعني كل ما نزيدو حاجات راح تزيد المسؤوليات الصغيرة اللي ما نحسوش بيها كامل. وهنا نفهموا علاش بعض النساء دي فوا يديو شحال من ساعة وهما ينظموا ويرتبوا، دي فوا يديو جورني كومبلي وهما مع الميناج هذاك والترتيب هذاك والتنظيم، ويحسوا هكذاك ويحسوا رواحهم باللي مازال ما كملوش. علاش؟ باسكو القش بزاف في الدار يدير الفوضى، ما تقدريش ترتبي الفوضى هذيك، تلحقي المرحله تاع لازم تبداي تنقصي. جربي نهار واحد روحي للخزانه هذيك، خرجي منها كلش وسقسي روحك، هذه كاش مره لبستها ولا كاش مره احتجتها، نحتاجها ولا لا، علاش راني مخليتها. هنا تلقاي روحك هذيك الحاجه ما استعملتيها، ما لبستيها، ما حتلبسيها. والحاجه اللي نشوفوا روحنا ما نستعملوهاش وما نلبسوهاش وما نحتاجوهاش اصلا، نمدوها للناس بالك راح يحتاجوها ويستعملوها اكتر منا. دي فوا كي تنقصي حاجات اللي ديجا هما يديروا لك طاقه سلبيه في الدار. علاش؟ باسكو يديروا لك ركابه، باسكو كي تفرزي وتستفي وتنظمي حالتك باش ترتاح نفسيتك راح تلقاي الحاله كيما راهي جو ما درتي حتى حاجه. وهادو الحاجات كي ديريهم كي تنقصي منهم ما تحسيش روحك باللي خسرتي، تحسي روحك باللي خفيتي. ودايما يا البنات قبل ما نشرو اي حاجه جديده لازم نسقسو رواحنا اذا نحتاجوها ولا لا، واش نديرو بيها، وين راح نحطوها. باسكو حنا فينا حنا نسا كي نخرجوا دي فوا يعني حاجات ما نحتاجوهمش، نشوفوا ديكور جديد ولا منتوج جديد ولا لبسه جديده ولا نحبوا نشريو، بصح ما نخموش يعني واش راح نديرو بيها واذا نحتاجوها ولا لا. من بعد يامات باش تجينا هذيك لحظه ادراك، تبداي تخمي تقولي تندمي دي فوا تشري حاجه تندمي عليها، تقولي وين كان عقلي كي شريتها، علاش ما خممتش كي شريتها ديجا. دونك الواحد ماشي كل حاجه يشوفها لازم يشريها، وماشي كل ترند يتبعوه الناس لازم نتبعوه حنا تانيك. اذا تحبي الديكور زيني دارك بيان سور، اذا تحبي الكوزينه خلي الحاجات اللي تستعمليهم ورايحه تحتاجيهم. واذا عندك ولادك صغار سي نورمال راح يكون عندهم العاب، راح يكون عندهم قش بالزايد، هذه في كل دار يعني. اي ام تربي، اي ام عندها وليداتها صغار يعني ديجا قش ولادك يكون عزيز عليك، هذه كامل فينا. دونك انتي اللي تقدري تتحكمي في الحاجات اللي تحتاجيهم والحاجات اللي تستغناي عليهم، يعني باش دارك يعني نفسيتك تجي من دارك كيفاش تكون. وماشي غير الدار اللي تحتاج مينيماليزم، حتى حياتنا كاين ناس وانا وحده منهم عندها آلاف، حتى التليفون تاعنا هذا يحتاج مينيماليزم. كيما انا قلت لكم عندي آلاف صور في التليفون، عندي مئات تطبيقات، لي نوتيفيكاسيون طول العام على العام عندي ستوكاج في تليفوني. مي كي نقعد مع روحي هكذا ونحكم تليفوني ونقعد نتفرج فيهم، نقول هادو علاش راني مخليتهم، واش راح ندير بيهم، دايرين لي غير ستوكاج يعني ما عندهم حتى فايده، ما عندهم حتى منفعه. إبا واش نولي ندير؟ كي نقعد نولي نسوبريمي كل حاجه، نحي كل شيء، يعني اي حاجه شت روحي ما استعملتهاش، اي حاجه شت روحي من يعني ما حاش نستعملها ما نعاودش نولي ليها اصلا، نسوبريميها. دونك هكذا تانيك حياتنا تانيك لازم تكون هكذا. كاين دي فوا تانيك تلقى عندنا عيبات في حياتنا، عيبات سلبيين يعني يديروا لك غير الطاقه السلبيه، جامي ولا داروا لك طاقه ايجابيه وحفزوك وداروا لك هذيك الحاجه باش تزيد ديرها انت تانيك وشجعوك. ديما يشكولك، ديما يبكي، وديما انا كذا وانا كذا وانا كذا، من تريح معاهم تدي غير طاقه سلبيه، حتى تولي انت تحس روحك راك تاثرت بهم، تولي انت حتى ترجع انسان سلبي. هاد العيبات تانيك لازم الانسان لازم يخرجهم من حياته، لانه الانسان في حياته وش يحب يعيش، يحب يشوف الدنيا هذه، يحب
يعني نحبوا نعيشوا بطاقة إيجابية في الدنيا. يعني هاد العباد السلبيين تانيك لازم نيفيتيهم من حياتنا. وديري في بالك بلي كثرة الكراكيب هادي راح تطيح لك صحتك، ترجعي إنسانة مقلقة مضغوطة من كل النواحي. يعني غير اللي يجي يهضر معاك تلصقي فيه. علاش؟ باسكو يكون عندك شغل بزاف، باسكو راكي تخدمي بزاف وما كيش تلحقي النتيجة اللي حبيتيها نتيا، باسكو راكي تتعبي وراكي تعياي ودارك ماهيش تتنظم ماهيش تترتب. يعني ساعة ساعتين تعاود تتكركب ترجع كيما كانت. نورمال رواحنا برك يكون عندنا قش بزاف، زعما وحبيت نروح نجبد حاجة من البلاكار ولا من ليليمون، واش تروحي ديري باش تروحي تجبدي هذيك الحاجة اللي تحتاجيها؟ راح تجبدي 1000 حاجة قبلها ما تحتاجيهاش باش تلحقي الحاجة ديجا اللي راكي تحوسي عليها نتيا. علاش اختي علينا هذا الشقا؟ هنا تتقلقي نتيا وتضيعي وقتك بزاف. من بعد واش تولي تعاودي ديري؟ تعاودي ترجعي هذاك القش اللي جبدتيه كامل تعاودي ترديه لبلاصتو. هنا ديجا انت راكي تعبتي وراكي تقلقتي ديجا وتولي غير تعيطي وراكي ضيعتي بزاف وقت، سورتو كي تكوني مزروبه وتكوني هكذا حايبه تاع حاجه تاع تمتم حاجه تاع ليه. دابا هذه وكثرة الماعن بزاف والقش بزاف راح تدي منك بزاف وقت، راح تعطلك على بزاف حاجات. والوقت كيما على بالنا هو مهم بزاف في حياتنا، يعني لازم الانسان يعرف كيفاش يستغلو، يعرف واش يدير فيه. دوك انا باغ اكزومبل اليوم نروح نخدم شغلي في ساعتين، علاش ما نقصش انا هذيك الكركابه؟ علاش ما نقصش هذوك الحاجات اللي ما نستعملهمش وما نحتاجهمش ونخدم شغلي ونكملو غير في نص ساعه هذيك؟ هنا راح نربح انا بزاف وقت. الوقت هذاك اللي قاعد لي نقرا فيه قران، حاجه يعني حاجه نستنفعوا بيها نسبح فيه. يعني هذاك الوقت راح ندير فيه بزاف حاجات يفيدوني في حياتي، ما نقعدش انا نجري غير مور الشغل ومور الخدمه ومور التنظيم هذا. هنا نورماركيو بلي الكركبه راح تسرق منا بزاف اهداف، يعني ما تخليكش ديري الاهداف اللي حبيتي تلحقي ليهم نتيا ولا حبيتي تحقيهم. يعني تقعدي كيما قلت لكم تقعدي تجري غير مور شغل. نعطيك مثال، زعما نقولوا اليوم تقولي نروح نطوي الخزانه، تقولي نطوي الخزانه هذيك يعني تقولي غير في نص ساعه باك نكملها ليه اللي ما حاش نطول معاها. بعد ديري في بالك بلي هذيك الخزانه ديجا اللي راكي حطيتيها ما تعرفيش كامل من حتبدايها، تقعدي راكي ديجا راكي تطوي فيها وراكي ناسيه روحك والوقت راه يمشي، بعد تلقاي روحك واحد الساعتين وانت مع هذيك الخزانه. اوليو هذاك الوقت هذيك الساعتين قادره ديري فيها بزاف حاجات، قادره تقراي فيها قران، قادره تسبحي فيها، قادره تقعدي هكا مع روحك، قادره تقعدي مع وليداتك، قادره تقريهم. يعني حاجات يعني بزاف حاجات قادره ديريهم في الوقت هذاك. هنا تروماركي بلي كثرة القش في الدار راح تدي منك بزاف وقت، تديلك صحتك تديلك وقتك، تهلك لك نفسيتك ما تخليكش تحسي بالراحة. انا دي فوت صرالي كي نعيا ونتعب وكامل بعد نقعد مع روحي نقول علاش انا ربي خلقني غير باش ندير شغل وباش نطيب ونغسل ونستف وننظم كل يوم؟ علاش حنا ربي خلقنا غير الحاجة هذه؟ يعني كي تقعدي مع روحك راح تروماركي بزاف حاجات ديجا كنتي ديريهم وانتي ماشي جايبه روحك خبر. يعني صح سي فغي ننظمو، سي فغي نحبو دارنا كامل تكون نظيفه وتكون نقيه، وسي فغي لازم نطيبو ولازم نغسلو لازم بصح ماشي دايما. ما من الروتين هذا دايما يكرهك تكرهي تملي. احنا ربي خلقنا يعني باش نشوفوا الدنيا هذه، ربي خلقنا يعني احنا امهات باش نربوا وليداتنا نخرجوهم احسن تربيه، باش نقروهم، باش نلحقوهم ونحبيناهم يوصلوا. يعني احنا كيما نقولوا احنا نساء الوحده لازم تلها في روحها، لازم تسقم روحها. دي فوا تلقاي وحده تجري غير مور شغل ومور الدار ومور كركبه تاع الدار، تصيبي دارها منظفه ومرتبه ومسقمه وهي تلقاها في حاله. كيما يقولك الواحد يمد شويه وقت لروحو يحس يعني بشويه بالنفس تاعو، حتى النفس تاعنا راح نتحاسبوا عليها. يعني كيما تريحيش وتقعدي تجري غير مور هادي وهادي وهادي وروحك ما تخميش فيها، ديجا هذيك النفس تاعك راح تحاسبك. يعني هنا الانسان لازم ما يكونش تافه في حاجات تافهين. يعني انا دوك انا نقعد انا نجري نغسل في البلاستيك هذاك، راني اليوم نرتب في البلاستيك هذاك اللي ما عنده حتى فايده ديجا. دونك هنا راح تروماركي روحك باللي راكي تضيعي في وقتك في بزاف حاجات. يعني هادو الكراكيب وهادو الصوالح اللي ما تحتاجيهمش راهم سرقوا منك بزاف اهداف كنتي قادره تحقيهم في الوقت هذاك اللي تكوني تنظمي وتغسلي فيهم كل يوم. دونك حبيبات قلبي نتوما اللي راكم تشوفوا لي في لا فيديو تاع نهار اليوم،
إذا عندكم ماعن بالزايد نقصوا منهم، إذا عندكم حاجات ما تستعملوهمش ولا قش ما تلبسوهش سطحوه ولا شوفوا وين تمدوه. كاين جمعيات ديجا هكذا يعني تشد هذاك القش وتمدو الناس محتاجة أكتر. ما معنات هذوك اللي عندكم البلاستيك هذاك اللي ما عندكم ما ديروا به، هذوك الخرداوات اللي راكم ملايمينهم وكل خطرة تقولوا نخبوهم بالك يجي نهار نستعملوهم، نقول لكم ما حاش تستعملوهم مادامكم ما استعملتوهمش خطرة وما استعملتوهمش خطرتين، يتسمى ما حاش تستعملوهم كامل، راح تقعدوا تجبدوهم وتعاودوا ترجعوهم لبلاصتهم وكل عام تلقاوهم تماك. نقول لك هكذا ماشي معناتها اي حاجه عندك قديمه طيشيها، لا لا، ماشي حاجه كل حاجه جديده تخليها. كاين حاجات قدم متعلقين بهم اكثر من الحاجات الجدد اللي عندنا، كيما حاجات تاع النحاس، كيما المحبسات هادو، كيما السنيوات هادوك تاع النحاس تاع بكري تاع الزمان. يعني هادو الحاجات جامي ما حيديروا لك فوضى في الدار. هادو الحاجات ديجا كي تشوفيهم قدامك ما تحطيهم في كيما نقولوا تحطيهم في بلايص باينين، ما حاش يديروا لك فوضى ولا راح شغل كي تقعدي هكا تشوفي فيهم. يعني النفسيه تاعك راح تزيد ترتاح اكثر واكثر، راح تشوفي انه هادو الصوالح كانوا فيهم دي سوفونير. بيان سور دوكا كل وحده جابت حاجه من دارهم، تقعد تتفكر بها دارهم زمان، تقعد تتفكر بها ايامات بكري هادوك اللي جازوا، يعني حاجات تحني بهم للماضي تاعك. دونك ماناش نهضروا على الصوالح هادو، رانا نهضروا على الحاجات اللي يديروا لك كركابه، كيما كاين بزاف ناس اللي يشرو بزاف هادوك لي بورتمونجي والحاجات هادوك تاع البلاستيك. نقول لكم هذاك البلاستيك ما عندكم ما راح ديروا به، ما عنده حتى فايده. هذاك البلاستيك اللي يزيد يكثر عليكم الشقا. شوفوا صدقوني هاد الحاجات لو كان تطبقوهم، الفكرة هذه تاع المينيماليزم لو كانت تطبقها أي وحدة في دارها، على بالكم بلي راح تحسوا بواحد الراحة، تحسوا بواحد النفسية تاعكم، تحسوا النفسية تاعكم هايلة، تحسوا بواحد الإنرجي، تحسوا الطاقة السلبية هذيك قاع راحت من الدار. باسكو علاش هادوك المعنات وهداك القش الزايد كامل يدير طاقة سلبية في الدار. هاد الفكرة تاع المينيماليزم هذه تجي تنقصي الكركبة وتنقصي الأشياء هادوك اللي ما تحتاجيهمش، ما تقعديش تخمي هادي تاع يجي نهار نحتاجها بالك نحتاجها بالك، لا لا، هذه الفكرة اللي راح تخليك تزيدي تراكمي الحاجات هادو. ما تخمي صاي جبدتيها شتي روحك جامي ما استعملتيها، حطيها دو كوتي، خلاص هنا خلاص يعني خلاص وقتها اليوم تخلصي منها. باسكو علاش لو كان تقعدي انك تخمي في تاع يجي نهار ونحتاجها، ما راح طيشي والو، راح تقعدي الحاجه اللي تجبديها تقولي يجي نهار ونحتاجها، الحاجه اللي تجبديها تقولي يجي نهار ونحتاجها، بعد سي كيف كيف تلقاي روحك ما درتي حتى حاجه. انا هادو صوالح جازو عليا باسكو صرات لي سورتو في الخزانه تاعي، كان عندي قش بزاف، قش بزاف في الخزانه، وكي نجي خارجه هكا تكون عندي خرجه على غفله تاع طبيب ولا حاجه تاع مرض ولا عافانا الله. شوفوا نحير نلبس، نروح نجبد القش تاعي كامل باش نلحق الحاجه اللي راني نحوس عليها. من بعد واش وليت درت، وليت حطيت ستفت غير الحوايج اللي نحتاجهم، والحاجات اللي ما نحتاجهمش خليتهم دو كوتي. نشوف بالك كاش ناس يحتاجوهم، بالك كيما قلت لكم كاين ناس يحتاجوهم اكثر منا، يعني تنفعي بهم الناس وتنفعي بهم حتى روحك نتيا، يعني تصدقي على روحك. دونك حبيباتي ان شاء الله يكون الموضوع تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تاخذوه بعين الاعتبار، واللي عندها حاجات زايدين في دارها وعندها الكركبه بزاف نقولك طبقي هذه الفكره وردي لي بالخبر. وهنايا خياتي جيت ندير معاكم عشاء خفيف ظريف كيما على بالكم كيما عودتكم، يعني ندير غير الحاجات اللي خفيفه ظريفه بنينه وما تديش كامل الوقت ندار في وقفه. هنايا في طنجرة كنت درت شوية تاع الزيت، شوية تاع طوماطيش كونسيرف، سنينة تاع الثوم كنت رابيتهم درتهم في الطنجرة وحطيتهم فوق النار وخليتهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلاو جيت درت الكانزا تاعي اللي بعد ما كنت غليتها خليتها ردت الغلية تاعها 5 دقايق هكذاك باش تنحى هذيك الريحة. بيان سور بعد ما نقيتها وغسلتها غليتها في الماء والخل، ومن بعد هنايا جيت نديرها تتقلى مع الدوزينه هذيك اللي درتها. بعد ما تقلات لي مليح وكامل بلا ما ندير لها الماء بلا والو، راح نغلق عليها لا كوكوط. هنايا بعد ما غلقت عليها لا كوكوط وطابت لي الكانزا تاعي، شوفوا صدقوني هاد البلا هذا بزاف 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 بنين، سورتو اللي يحبوا الكانزا. ونقول لكم بلي الكانزا هي فيها فايدة فيها منفعة كبيرة سورتو لصحاب لانيمي، بزاف مليحة ليهم. كنا دايرين في بالنا غير الكبدة برك اللي مليحة، مي نقول لكم الكانزا تاني كي مليحة. ديجا هدرتها الطبيبة قالتها لماما قالت لها الكانزا بزاف مليحة لصحاب لانيمي. وهنا حبيباتي بعد ما مرقتها بعد ما طابت لي بيان سور كامل، مرقتها بشويه تاع ماء سخون خليتها ردت الغليه هذيك طابت طلقت لي البنه تاعها في الماء هذاك في لاصوص هذيك.
ومن بعد جيت نقصت من لاصوص هذيك، نقصت منها غرف واحد مع 2 حبيبات تاع البيض خلطتهم. من بعد ضفت هذيك البطاطا اللي كنت قليتها ديجا، خلطتها مع الكانزا هذيك ولاصوص. ومن بعد هذاك البيض ولاصوص اللي نقصتهم درتهم من الفوقه كيما الكباب نديروه. وربيت فوقها شويه تاع الفرomاج غابي. صدقوني البنه تاعها بزاف 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 بنينه. راكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وانتم حبيباتي ان شاء الله تكون لا فيديو تاع نهار اليوم نالت الاعجاب ديالكم. وما تنساوش ديروا لي جيم، تخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. واللي حايبه نحكيو في كاش موضوع ولا حابه نقصروا هكذا مع بعضنا في مواضيع، تخلينا في لي كومونتير. دونك حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو جديد وفي روتين جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.